لو لسه شايف النتيجة اوعى تقفل الفيديو، سواء جبت مجموع عمرك ما كنت تتوقعه أو جبت مجموع أقل بكتير من اللي كنت مستنيه. الفيديو ده ممكن يكون من أهم الفيديوهات في حياتك، لأنه بعد 10 سنين من دلوقتي محدش هيسألك أنت جبت كام، ولكن أنت هتسأل نفسك أنا عملت إيه بعد النتيجة. والنهاردة عايزة أتكلم معاك عن اليوم اللي بعد النتيجة، لأنه هو ده اليوم اللي بيحدد حياتك أكتر من يوم الامتحان نفسه. الغريب إنه في نفس اللحظة في بيت مليان فرح وزغاريد وبيت تاني مليان دموع، بس بعد 5 سنين ممكن تلاقي اللي كان بيعيط وزعلان بقى فجأة فرحان وبقى ناجح جدًا، واللي كان بيحتفل واقف مكانه ومش عارف يعمل إيه. يا ترى ليه؟ لإنه النتيجة مش هي نهاية الخط، النتيجة مجرد بداية الطريق. وأعرف ناس دخلوا طب وسابوها، وأعرف ناس دخلوا كليات ما حدش يعرف اسمها وبقوا دلوقتي ناجحين وأصحاب شركات. أكبر كدبة بتتقال بعد النتيجة لو كنت جبت مجموع أعلى كان زمان حياتي بقت أحسن بكتير. حياتي بقت أجمل بكتير، أنا حسيت فعلا بالتغيير. مين قال؟ في ناس دخلت كليات كانت بتحلم بيها وخرجوا كارهين المجال، وناس تانية دخلت كليات عمرها ما كانت بتفكر فيها وكانت أحلى حاجة حصلت لهم في حياتهم. طيب السؤال، أنت زعلان دلوقتي عشان ما جبتش المجموع اللي أنت عايزه، ولا زعلان عشان حلم معين ضاع؟ الناس كلها هتقولك ادخل أعلى كلية، أو ادخل الكلية اللي دخلها فلان، أو ادخل الكلية اللي ليها شغل، بس محدش هيعيش حياتك غيرك. اسأل نفسك، هل أنا هقدر أستحمل المجال ده 4 سنين وممكن 5 أو توصل ل6 ممكن أشتغل بيه؟ هل هقدر أتميز فيه؟ إن النجاح مش إنك تبقى دخلت أعلى كلية، النجاح إنك تبقى متميز جدا في مجالك بعد ما تتخرج أيا كان المجال. عارف أكتر حاجة بتوجع بعد النتيجة؟ إن تحس إن الكلية اللي جاتلك حكم نهائي، كأن حياتك اتقفلت. لكن خليني أسألك سؤال، هي الكلية اللي بتحدد نجاحك ولا أنت اللي بتحدد هتعمل إيه بيها؟ في ناس دخلت تجارة وبدل ما تستنى الوظيفة اتعلمت تسويق وإدارة ومحاسبة وفتحوا شركة أو مشروع خاص. وفي ناس دخلت زراعة واستغلت المجال في البيزنس الزراعي أو تصنيع الأغذية. وفي ناس عملت محتوى تعليمي للزراعة على السوشيال ميديا وبقى عندها آلاف المتابعين. في ناس دخلت آداب وبقت من أقوى صناع المحتوى والكتاب والمترجمين. في ناس دخلت حقوق واشتغلت في الشركات والبنوك وريادة الأعمال، مش لازم تبقى محامي يعني. يعني الكلية نفسها مش هي اللي بتحدد النهاية، انت اللي بتقرر هتستخدمها ازاي أو هتطلع منها تبقى ايه. وأصلا مين قال إن الكليات اللي بنسميها قمة دلوقتي دي هتفضل كليات قمة بعد 10 سنين؟ زمان كانت الناس شايفة إنه هندسة هي المستقبل، وبعدها صيدلة بقت حلم ناس كتير قوي، ودلوقتي خريجين هندسة وصيدلة بقوا بيتعلموا برمجة من الصفر. العالم بيتغير بسرعة مرعبة، ودلوقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم الكمبيوتر والتسويق وصناعة المحتوى ما كانتش في دماغ الناس من 10 سنين، ودلوقتي الشركات بتدور على أي شخص بيفهم فيه. يمكن الكلية اللي نفسك فيها ما تعلمكش المهارة اللي هيحتاجها السوق كمان 5 سنين، ويمكن الكلية اللي انت زعلان منها تبقى هي نقطة البداية اللي هتتعلم جنبها مهارة هتغير حياتك كلها. احنا للأسف بنختار الكلية كأنها هي الحاجة اللي هتحدد مستقبلنا كله، مع ان الكلية مجرد أداة والشخص هو اللي بيحدد قيمتها. لو رجع بيا الزمن وحد سألني كنت أتمنى أبقى عارفة إيه وأنا في سن الثانوية، كنت هقوله مربوطش قيمتي بمجموع ومربوطش مستقبلي باسم كلية، واربط مستقبلي بالمهارة اللي هتعلمها والشخص اللي هبقى عليه. أول أسبوع بعد النتيجة بيبقى أصعب أسبوع، فلان جاب أعلى منك، فلانة دخلت الكلية اللي أنت بتحلم بيها، وكل ما تفتح السوشيال ميديا هتحس إن أنت متأخر وإن الحياة خلصت. بس الحقيقة إن النتيجة قالت أنت هتبدأ منين، لكن عمرها ما قالت أنت هتوصل لفين. الحقيقة اللي محدش بيقولها لك إنه بعد سنة كل واحد هيبدأ حياة جديدة، بعد سنتين محدش هيبقى فاكر الثانوية العامة دي أصلا، بعد 5 سنين الناس هتبقى بتسألك أنت بتشتغل إيه، مش هيسألوك أنت جبت كام في الثانوية العامة. لو فرحان مبروك، ولو زعلان صدقني دي ممكن تكون البداية لأحلى حاجة حصلت في حياتك. النتيجة ورقة، ولكن مستقبلك قرار، والقرار لسه بإيدك. ولو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات أكتر حاجة خايف منها بعد النتيجة، ويمكن حد يشوفها ويحس إنه مش لوحده. وبالتوفيق.